نشرة لأهم الأخبار أقدمها لكم أنا ديالا خلف من بريس 23. انتخب أنس العبدة رئيسا جديدا للائتلاف السوري المعارض خلفا لخالد خوجة. وذكرت وسائل الإعلام أن عملية الانتخاب جرت في أجواء مشحونة بالخلافات، وقد تم اختيار كل من موفق نيربية وعبد الحكيم بشار وسميرة المسالمة نوابا لرئيس الائتلاف، إضافة إلى اختيار عبد الإله فهد أمينا عاما للائتلاف. قال وزير الدفاع التركي عصمت يلمز أن تركيا في الفترة الحالية تعيش ذروة قوتها العسكرية وهي جاهزة لخوض أي حرب. وأضاف يلمز ليكن الجميع على ثقة تامة أن تركيا اليوم أقوى بكثير مما مضى وأننا جاهزون لأي حرب. نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ناشطين سوريين أن قوات حرس الحدود التركي واجهت بالرصاص الحي مدنيين كانوا يحاولون العبور من إدلب واللاذقية إلى تركيا. وأضاف المرصد أن شخصين على الأقل قد قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح جراء استهدافهم بالنيران التركية. وكما أعلنت أنقرة إغلاق معبر باب الهوى في وجه السوريين الراغبين بدخول تركيا حتى إشعار آخر. أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم منوطة بتغيير جذري للظروف هناك، معتبرا أن مسألة توطين اللاجئين في البلد المضيف تعود حصرا إلى قرار البلد نفسه. وعرب المسؤول الأممي عن امتنان منظمته العميق لكرم لبنان في استضافة أكثر من 1,000,000 نازح سوري مسجل. تتواصل الفعاليات التدريبية لرعد الشمال في مدينة الملك خالد العسكرية في المملكة العربية السعودية وبمشاركة 20 دولة، حيث قام رعد الشمال بتنفيذ العديد من التكتيكات والفرضيات بمختلف أنواع الأسلحة البرية والجوية والبحرية في محاكاة لظروف المعارك الطبيعية. وأشارت وسائل إعلامية سعودية عن قرب بدء رعد الشمال في ظل تنامي التهديدات الإرهابية خصوصا في سوريا والعراق، وما تشهده المنطقة في العموم من عدم استقرار سياسي وأمني.